أهلا بحضراتكم. التاريخ الحقيقة شهد الكثير من حالات الوفاة لعلماء كتير جدا على مستوى العالم، اللي كانت في منتهى الغرابة، ما بين واحد اتقتل وما بين عالم دخل مستشفى المجانين وما بين عالم انتحر. الحقيقة بعد الفاصل هنتعرف على التاريخ الأسود للعلماء وأغرب 5 حالات وفاة بين صفوف العلماء على مر التاريخ. بعد الفاصل انتظرونا. الحقيقة من ال5 علماء اللي توفوا وكان يعني حالات وفاتهم غريبة جدا ومثيرة للجدل والدهشة، كان العالم دانيال كاريون. العالم دانيال خلال دراسته اهتم كاريون بالبحوث المتعلقة بحمى أوروبا وبمرض سلولو البيروفي، والإجراء البحوث اللازمة قام دانيال بحقن نفسه بسائل مستخرج من أحد المرضى، وبعد 20 يوم بدأ يحس إن حالته الصحية متدهورة جدا وحس بأوجاع في جسمه وظهرت عليه أعراض الحمى والقلق والأرق. كان بيدون كل لحظة، كان بيكتب كل لحظة بيشعر بيها بالألم، مراحل الألم بتاعته. وبعد 9 أيام بالظبط أصبح إنه هو مش قادر خالص على الكتابة، فخلى واحد من زمايله هو اللي يدون لحظات ألمه دي. وبفضل الأبحاث دي اللي هو دونها توصل دانيال لنتائج هي اللي ساعدته على التعرف على الجرثومة المسببة لداء السلول البيروفي. والحقيقة اللي حير المجتمع وقتها، حير المجتمع جدا، ومات كاريون بعد 17 يوم من ظهور أول أعراض المرض سنة 1885. كانت وفاته مسار جدل كبير جدا، مسار على مستوى الإعلامي وعلى مستوى كل الطبقات في المجتمع. والحقيقة اتسمى اليوم، يوم وفاته ده اتسمى باليوم الوطني للطب في البيرو. أما كارين ويتر هاهن هي عالمة كيمياء ومتخصصة في المعادن الثقيلة. في صيف عام 1996 كانت بتجري تجارب حوالين كيفية تفاعل أيونات الزئبق في عملية إصلاح الحمض النووي، واكتفت وقتها بأنها تلبس جلافز أو جوانتي بلاستيك، وده كان سبب وفاتها. وخلال التجارب وقعت نقطتين من مادة الزئبق على إيديها، وبعد 3 شهور بالظبط بدأت كارين تتألم في بطنها وخست خسسان غريب جدا كان ملحوظ بشكل مبالغ فيه. وفي أقل من سنة بدأت تظهر عليها الأعراض العصبية للتسمم بالزئبق، واللي تجاوزت نسبته في دمها حوالي 80% من الكمية المسموح بيها. وبفضل وفاتها تم التعرف على أن ثنائي مثال الزئبق قادر على عبور الجلد في بضع ثواني بعد اختراق حواجز كان بيعتقد في السابق ان بتحميها لما تلبس مثلا الجلافز البلاستيك. وبوفاة كارين الحقيقة ساهمت الحادثة دي في تجنب آلاف حالات الوفاة في المختبرات اللي بتجري فيها التجارب العلمية. الحقيقة العالم أغناتس سيميليفس كان عالم مندفع جدا، وفي القرن ال19 انتشرت حمى النفاس في مستشفيات كتيرة في فيينا، ومن ضمنها المستشفى اللي كان بيشتغل فيها أغناتس. الحقيقة رغم أنه اكتشف سبب مرض الحمى، حمى النفاس، لكن ملاحظاته الحقيقة قابلت انتقادات كبيرة من النقابات العلمية، وبرغم كده ما كانش مقتنع أبدا بتفسيرات أسباب وفيات النساء من النقابات العلمية، وكان مقتنع جدا ان حمى النفاس دي بتنتقل بكثره كبيره بسبب عدم تعقيم وتطهير ايد الاطباء بعد معاينه كل حاله ولاده. وده خلى الحقيقه استاذه يغضب منه جدا بعد ما عرف انه ركب احواض واجبر الطلاب على غسل ايديهم قبل فحص الستات الحوامل. وتم عزل أغناتس من الطب ودخل مستشفى الأمراض النفسية وتوفى بعد 3 سنين. ورغم كل ده
توصل لويس باستور وروبرت كوخ لنفس نتائج أغناتس بعد 40 سنة من وفاته، ونتائج اللي توصلوا ليها اللي هي نفس نتائج أغناتس لقت قبول كبير وتأييد كبير. الحقيقة كمان جاسون ألتوم ده عالم حصل على منحة دراسية للعمل مع الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء إلياس جيمس خوري وفي جامعة هارفارد، لكن بعدها لقوا جثة ألتوم بجواره رسالة مكتوب فيها: لا تحاول إنعاشي، خطر سيانيد البوتاسيوم. وسبب وفاته إنه شرب السم اللي سرقه من مختبر خوري، وعشان محدش يموت أثناء إنقاذه لو نفخ في بقه، كتب الرسالة، كتب 3 رسائل وسابهم لأبوه وأمه والقسم الكيمياء في جامعة هارفارد والخوري. والرسائل دي كشف فيها أن الضغط اللي سلطته الجامعة عليه وكان سبب في انتحاره كان من الممكن أن هو يتجنب الضغط عليه علشان ما يوصلش لحالة الانتحار. ومن الرسائل كمان اللي كتبها وخلت منه بطل بين الطلاب، قال ان المدرسين كان لهم الكثير من النفوذ لتحديد مصير حياة الطلاب المراحل العليا. وبعد سنة من وفاته نشر زملائه البحث حوالين الجزيء اللي أجرى ألتوم بحوث حواليه، وظهر اسمه بين أسماء مؤلفين البحث ده. ديانا فوسي دي عالمة الحقيقة سبب وفاتها كان سبب غريب جدا. في يوم عالم الأنثروبولوجيا لويس ليكي أجرى دراسة حوالين الأولويات الكبرى وعول على 3 باحثات في الدراسة دي. كانت ديانا فوسي من بين المجموعة دي، والحقيقة فوسي راحت أرسلوها رواندا علشان تتعامل مع الغوريلا، ومن بين المجموعة دي كانت فوسي الأكثر تضرر من المغامرة دي. ومن خلال عملها طورت علاقتها مع الغوريلا، والحقيقة عملت مجهود كبير جدا علشان توقف اعتداء السكان المحليين في رواندا على التعامل مع الغوريلا. وبعد التهديدات الكبيرة اللي جت لها من الصيادين والحكومة الرواندية، عثروا على جثتها فيها اعتداءات كبيرة جدا في جسدها، وجثتها مرمية في بيتها. والحقيقة قصتها دي ألهمت كتاب كتير جدا والسينما، ووثقت قصتها تحت عنوان الغوريلا في الضباب. أعزائي المشاهدين، دول كانوا 5 علماء، وكانوا حالة وفاتهم كانت غريبة جدا ومحض يعني معاناة كبيرة عشان يتوصلوا إلى أبحاث العلمية والدراسات العلمية اللي بقت يعني الحقيقة كنز ومكتبة علمية بنستعين بها في الوقت الحالي. أعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. بشكركم واشوفكم في حلقة جديدة.